البيت كان هوس والكل نايم، والسكوت كان يسبق العاصفة اللي هتهد جدران المكان. البنت اللي كانت لسه متجوزة في بيت عيلة كانت بتتعامل بكل سذاجة مع سلفتها نهى. نهى دي كانت بتمثل إنها أستاذة في التكنولوجيا، ودايماً كانت تدخل شقة العروسة بحجة إنها بتظبط لها قنوات الريسيفر أو بتصلح لها الواي فاي، وبتقول لها يا حبيبتي انتي لسه صغيرة والحاجات دي صعبة عليكي، أنا هظبط لك كل حاجة بنفسي. العروسة كانت بتشكرها ومأمنة لها لحد ما بدأت تلاحظ إن جوزها بقى يتغير معاها، وبقى يعرف أسرار عن كلامها مع أهلها مستحيل حد يعرفها غير لو كان بيسمعها. وفي ليلة والعروسة قاعدة بتتفرج على التلفزيون، النور قطع ثانية ورجع، وفجأة الريسيفر عمل إعادة تشغيل ريستارت، وظهرت على الشاشة الكبيرة قائمة غريبة فيها صور لمحادثات الواتساب بتاعة العروسة كلها. العروسة انصدمت وبدأت تدور ورا الريسيفر، لقت فلاشة صغيرة جدا محطوطة في الظهر. نهى كانت مركبة قطعة تجسس في الريسيفر بتسحب كل الداتا من الموبايلات اللي وصى على نفس الشبكة وبتبعتها لنسخة واتساب ويب نهى فتحها عندها. العروسة الدم نشف في عروقها، بس شافت إن الفلاشة لسه بتسجل بث مباشر للي بيحصل في الصالة. دخلت نهى فجأة وهي فاكرة إن العروسة نايمة، وبدأت تصور شنطة ذهب هي اللي كانت مخبياها تحت الكنبة عشان تعمل لها مكيدة سرقة الصبح وتلبسها للعروسة. العروسة ما كانتش ساكتة، كانت رابطة موبايلها بخاصية التسجيل وشافت كل ده فيديو. استنت لما الصبح طلع والكل اتجمع، وفجأة شغلت قناة الريسيفر اللي نهى كانت مبرمجاها، وطلعت فيديو نهى وهي بتحط الذهب وبتتجسس على المحادثات قدام الحما والجوز والعيلة كلها. الفضيحة بقت بجلاجل، نهى وشها بقى زي الكفن، والجوز عارف إن أسرار بيته كانت بتتباع في سوق الغل بسبب سلفتها. نهى اتطردت من البيت بشنطة هدومها، والعروسة عرفت إن التكنولوجيا اللي نهى كانت بتدعي إنها بتفهم فيها هي اللي كانت الخيط اللي لف حوالين رقبتها وفضح غدرها. ودي كانت حكاية من حكايات مايا اللي بتعرفنا إن اللي يحاول يخترق خصوصيتك ويدخل حياتك من ورا الشاشات ربنا بيسلط عليه غلطة تقنية تفضحه قدام الكل، والحق دايماً بيبان.